شهر الصيام لقد كرمت نزيلا، وشفيت منا في الفؤاد عليلا. فيه الجنان تفتحت لقدومه، وتزينت ولدانها تحفيلا. والمارد الشيطان فيه قد غدا، عن صائميه مصفدا مغلولا. شهر الأمانة والصيانة والتقى، والفوز فيه لمن أراد قبولا. طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودعا المهيمن بكرة وأصيلا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المسلمون، أيها الأحباب الكرام، بعد أيام تتهيأ الدنيا لحدث عظيم، تستعد السماوات والأرض، تفتح أبواب السماء، تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين لاستقبال ضيف كريم عزيز، ألا وهو شهر رمضان المبارك. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: قد أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين. فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم أجرها فقد حرم. تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين. ترى لماذا؟ كأن الله عز وجل يقول لعباده: يا عبادي أقبلوا إلي، أريد أن أغفر لكم، أريد أن أعتقكم من النار. ولله عتقاء من النار في كل ليلة. هل تعلم ماذا يعني أن يعتقك الله من النار؟ أنك لن تدخل النار. بالله عليكم، هل من عاقل يعلم هذا الفضل العظيم ثم يفرط في شهر رمضان؟ شهر رمضان نعمة ومنحة ومنة لهذه الأمة، إكراما لنبيها عليه الصلاة والسلام، لأن أعمار هذه الأمة قليلة، ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. وأعمار الأمم الماضية يعني أقل عمر 300-400 سنة، منهم من يصل إلى 600 سنة، 700 سنة، 800 سنة. فأراد الله عز وجل أن يكرم أمة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام بهذه المواسم المباركة، وبهذا الشهر المبارك، شهر الخيرات والبركات والنفحات والتجليات. أفراد هذه الأمة يعملون أعمالا قليلة في هذا الشهر المبارك، فيقفزون قفزات فلكية يسبقون بها الأمم السابقة، يسبقون بها الأمم السابقة. ولهذا سلفنا الصالح كانوا
يستقبلون هذا الشهر من رجب كانوا يقولون اللهم، كما يقول يحيى بن كثير، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا متقبلا. كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. مثال ذلك كمثل غيث ومطر وانهمر على أرض، ولكن المشكلة ليست في الغيث وليست في المطر. أين الأرض المهيئة لاستقبال هذا الغيث؟ أين القلوب المهيئة لاستقبال هذا الغيث وهذه النفحات وهذه التجليات؟ نرى بعض الناس من الآن يضع برنامجا للأطعمة والأغذية، برنامجا للزيارات في رمضان. أنا لا أقول لك حرام، هذا من المباح، لكن شهر رمضان ليس شهر الأكل والشرب. نعم كل واشرب لا بأس، لكن على أن لا تجعل الأكل والشرب والزيارات هي الغاية أبدا. شهر رمضان شهر الجد والطاعة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. كيف نستعد لشهر رمضان؟ بأمور مهمة أذكر أهمها. أول أمر نستعد به لرمضان ونستقبل به رمضان هو التوبة النصوح، أن تتوب إلى الله توبة خالصة لله تبارك وتعالى، تقلع عن الذنوب حتى ينشط الجسد للعبادة. وربما قال يقول ما علاقة ترك الذنوب بتنشيط الجسد للعبادة؟ لا يا حبيبي ويا أخي، له كل العلاقة. كما أن السموم تضعف الجسد، كذلك الذنوب والمعاصي تضعف القلب والروح وتجعلهما هزيلتان لا تقويان على الطاعة ولا على العبادة. نعم أحبابي، الذنوب تضعف القلب، لا بد أن تكنس الشوائب والذنوب من قلبك، كما أن المرأة في البيت تكنس البيت وتجمع بالآخر الشوائب والأتربة والأوساخ في مكان معين، ثم تأخذها وترميها في سلة النفايات، يصبح البيت نظيفا وجميلا. نحتاج إلى عملية كنس لقلوبنا قبل أن ندخل إلى رمضان. تب أيها الشاب العاصي، قبل أن تدخل إلى رمضان تب إلى الله عز وجل. إذا كان في هاتفك برامج لا ترضي الله تبارك وتعالى وكنت تشاهدها من الآن، قل يا ربي تبت وامسح هذه البرامج. اعمل لهاتفك برمجة من الآن، فرمة، سوي الهاتف مالتك سوي له فرمة أو امسح، قل يا ربي كفى، تبت من الآن. إذن أول أمر نستقبل به رمضان
أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى ونكنس الذنوب والأوساخ عن قلوبنا، لأن تثقل. جاء رجل إلى الحسن البصري قال له: إني أهيئ وضوئي وأريد أن أقوم لصلاة الليل، مهيئ كل شيء، الماء وأهيئ وضوئي وعندي نية أقوم لصلاة الليل، لكن لا أستطيع أن أقوم. ماذا قال له؟ قال: قيدتك ذنوبك، الذنوب كبلتك وقيدتك عن القيام بالطاعة. الأمر الآخر الذي نستقبل ونستعد به لرمضان هو تنظيف القلوب. نظف قلبك يا أخي. يعني ما معقول أنا أقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأنا قلبي مليء بالحقد واللوم لعباد الله ولخلق الله، وأنا قاطع لرحمي. ما يرهم. يعني أنت شلون تطلب العفو من رب العالمين وأنت ما تعفو؟ أنت مقاطع الدنيا كلها وقلبك مليء بالحقد والبغض والشحناء والبغضاء لجميع خلق الله، وأنت تقعد يا رب اعفو عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كما تريد أن يعفو الله عنك أنت اعفو. النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما هو مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ادخل رمضان يا أخي قلبك صافي حتى تستقبل هذا الغيث الإلهي، النفحات. بعض الناس يستثقلون قراءة القرآن في رمضان، يستثقلون صلاة التراويح، لا يشعرون بلذة قراءة القرآن ولا بلذة صلاة التراويح. أكو خلل. نظف قلبك، نظف قلبك قبل أن تدخل إلى رمضان. ثم الأمر الآخر أيها الأحباب، النية الصالحة. لماذا نصوم رمضان ولأي شيء نصومه وماذا نرجو من الصيام؟ نصوم رمضان امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى الذي قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نرجو بذلك الفوز بالجنة والنجاة من النار. يعني لا نجعل إخواني رمضان نصومه صوما روتينيا. لازم تطلع أنت من رمضان بغير شخصية أخرى، شخصية أخرى مقربة إلى الله تبارك وتعالى. تطلع النتيجة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم الإكثار إخواني من الدعاء، أكثر من الدعاء من الآن، أن يبلغك الله شهر رمضان، أن يعينك على صيامه، أن يعينك على الطاعة. فالدعاء لا يرد إذا خرج من قلب صادق مع الله تبارك وتعالى. وأخيرا نستقبل شهر رمضان بجبر الخواطر. تيجي الله يجبر خاطرك يا أخي، اجبر خواطر الناس قبل رمضان. اذهب إلى المنكسرة قلوبهم، اجبر خاطرهم. اذهب إلى من فقد أباه
اجبر خاطره، اذهب إلى من ليس له معين اجبر خاطره. وأنا الحقيقة أقترح على الأغنياء، وهذا من باب جبر الخواطر، لمن مكنه الله وهو صاحب مال كثير واستأجر بيوتا، أقول لك يا أخي أقترح عليك من باب جبر الخواطر تذهب إلى المؤجرين اللي حالتهم تعبانة، ما عندهم فدنوب، ما عنده فلوس الإيجار، يشتغل عماله ودوب مدبر حاله، يا أخي اجبر خاطره، قل له هذا الشهر رمضان هذا لا أريد منك أجار، هذا لله تبارك وتعالى. والله أخواني أجر عظيم، جبر خاطر، اجعلوها صدقة. الناس اللي تعبانة قل له هذا الشهر رمضان من عندي أنا أريد صدقة لوجه الله تبارك وتعالى، ما أريد منك هذا الشهر إيجار، عود اعطيني ورا العيد. هاي الأمور إخواني نستقبل بها رمضان حتى نكون مهيئين لنفحات الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وعلى الطاعة، وأن يجعلنا وإياكم من التوابين ومن المتطهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولسائر المسلمين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده. واعلموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من عالم الجن والإنس، وقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحباب الكرام، هناك علوم خاصة بالعلماء، يعني أفراد الأمة في حقهم مستحب، وهناك علوم واجبة على أفراد الأمة. يعني مثلا لما يدخل شهر رمضان لا بد لكل إنسان أن يتعلم فقه الصيام، حتى لما يصوم يعرف ما هي واجبات الصيام، ما يتعلق بالصوم، المفطرات، هذا أمر ضروري. الذي يريد مثلا أن يتزوج لا بد أن يتعلم فقه الزواج، ما يتعلق بالنكاح وأحكام النكاح. التاجر الذي يبيع ويشتري في السوق لا بد أن يتعلم فقه المعاملات والبيوع. فنحن إخواني داخلون على شهر مبارك، فإن شاء الله وبعون الله ستكون هناك إن شاء الله دروس من السبت يوميا بعد صلاة العشاء، درس عام والدعوة للجميع. سنتكلم إن شاء الله عن فقه الصيام، يعني خلال أسبوع إن شاء الله ننتهي منه إلى أن يدخل رمضان، نكون إن شاء الله قد تعلمنا كل ما يتعلق بأحكام الصوم وفقه الصيام. نسأل الله لنا ولكم القبول إن شاء الله. مكمل علوم الأولين والآخرين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد، فيا أيها الراجون شفاعته أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم نور على الصراط حين تمرون عليه. اللهم اهد الإسلام والمسلمين، انصر من نصر الدين، اخذل أعداءنا أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل مجلسنا مجلسا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا
ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلدنا وشعبنا من كيد الظالمين والباغين والمجرمين يا رب العالمين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا محصنا مدفوعا عنه الغلاء والوباء والمحن والفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم سحائب رحماتك على من أنشأ هذا المكان ولمن عمل فيه لله من خير وإحسان. اللهم احفظ هذه المنطقة وأهلها من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. عباد الله اتقوا الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة يرحمكم.